مريم مجدي أحمد العطيفي اسم تصدر ترند مواقع التواصل الاجتماعي. يا ترى إيه قصتها وإيه اللي حصل لها؟ صدق أو لا تصدق مع الصحفي أحمد الجدعي. تعالوا نبدأ القصة من النهاية مش من البداية. مريم مصرية موجودة في سويسرا. البوليس السويسري لقى جثتها مرمية جنب أحد الأنهار، وطبعا بعد ما تم قتلها. طب مين مريم دي وإيه اللي وداها سويسرا؟ يلا نحكي لكم الحكاية من أولها. مريم مجدي أحمد العطيفي شابة مصرية عمرها 27 سنة وأم لطفلتين. اتجوزت من كام سنة بمصري معاه جنسية سويسرية، وعاشوا مع بعض وجابوا البنتين دول. ولكن بعد فترة طباعه اتغيرت وبقى يعاملها أوحش معاملة. وفقا لصديقة ليها وزوجة المحامي بتاعها، بتقول إن جوزها كان صعب جدا معاها، منعها من إنها تتفرج على التلفزيون، منعها من إنها تتعامل مع أي حد، وكان متشدد ومتزمت جدا وكمان بخيل. فما قدرتش مريم تتحمل أكتر من اللي اتحملته، وقررت إنها تنفصل عنه. الزوج وافق، ولكن عاوز ياخد ولاده بالعافية، لحد ما رفعت قضية وكسبتها في مصر إن الحضانة ليها والأب ليه حق الرؤية. وبعد موافقة الأب على حكم المحكمة وأظهر إنه خلاص هيبقى ملتزم في الموضوع، قرر في أحد مرات الرؤية إن ياخد بناته الاتنين ويهرب بيهم لسويسرا. وبالفعل عمل ده، رغم إنه تواصل مع محامي مريم وقال له إنه عاوز يخلي الأمور ودية بينهم. مريم بنت شربين محافظة الدقهلية ما كانتش زي أي أم، لا دي جريت ورا بناتها حتى في سويسرا، وتردد إنها تواصلت مع جمعيات مسؤولة عن المواضيع دي، وهي اللي استضافتها في سويسرا، وكمان قومت لها قضية على طريقها. وكسبت مريم القضية وبدأت تبحث عن بيت بدل الفندق اللي قاعدة فيه عشان تقعد مع بناتها في سويسرا. بيقعدوا 4 أيام معاها ويومين مع الأب، والدنيا ماشية تمام ومفيش أي مشاكل. ويوم 29/1 على تيك توك على حساب مريم، نشرت مريم آخر فلوج ليها وهي بتخرج مع بناتها الاتنين توتة وديجا، وكلها سعادة وحيوية وكأنها عارفة إن ده هو الفلوج الأخير. مريم اختفت من 10 أيام، اتشاهدت لآخر مرة مع طليقها وهو جاي بالبنات ياخدها من الفندق، وبعد كده انقطعت أخبارها تماما. وفور اختفائها أهلها عملوا بلاغ عند الشرطة السويسرية عشان بسرعة يتحركوا ويشوفوا بنتهم فين. وبعد مرور 10 أيام من البحث عن مريم، وجدوها مقتولة وجثتها على أحد الأنهار. والمتهم الأول في الجريمة، الشخص اللي كان آخر شخص تظهر معاه، وهو طليقها وأبو بناتها، اللي خدعها وقال لها تعالي نخرج سوا مع البنات عشان نقنعهم إن مش بينا أي مشاكل. ماتت مريم وتصدرت الترند على كل منصات التواصل الاجتماعي، والكل بيدور على حقها اللي إن شاء الله يرجع. يا رب يصبر قلب أسرتها على فراقها، ويقوي بناتها على ألم فقدان الأم.